الدنيا دي عشان تهون وعشان نقدر نعيش كل الابتلاءات اللي فيها ونفهم حاجات كتيرة قوي من الحاجات اللي احنا بنتوقف عندها ونحس ان احنا مش فاهمين ليه بتحصل، لازم الدنيا دي نوصلها بالآخرة. النهاردة هكلمكم على درس اتعلمته من مريضة النهاردة، وهي بتقول لي الدنيا يا دكتور من غير آخرة تبقى صعبة قوي. أهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. هو أنا ليه جالي المرض ده؟ هو أنا ليه ابني جاله المرض ده ويعيش بيه من وهو صغير؟ هو أنا ليه أخد أدوية وتعمل لي أعراض جانبية؟ هو أنا ليه أخد أدوية وأصرف فلوس وما تجيبش النتيجة؟ هو ليه فلانة الفلانية تتعب وتعيا ولا قدر الله ما يتخفش وتتوفى وتسيب ولادها؟ كل الحاجات دي أو الأسئلة دي الرد فيها حاجة واحدة بس، إن في آخرة، في حكيم، في خبير، هو اللي بينظم الأمور بعلمه وخبرته وحكمته، وهي كلها خير. تأكدوا إن كل حاجة بتحصل لكم خير، عشان كده لازم نتوكل على الله ونحسن الظن بالله وندعو الله، لأن الدعاء بيرد القدر. وكل ما تدعي أكتر وتتضرع أكتر وتاخد بأسباب الشفاء من إنك تطلع صدقات، إنك تدعي ربنا، إنك تزود في الأعمال الصالحة، إنك تلتزم بالعلاج عشان تاخد بالأسباب، ربنا إن شاء الله يمن عليكم بالشفاء ودمتم سالمين.